بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض المولتو الجميل ده اللي باظظ خالص شوكولاتة هنعمله في البيت بأقل التكاليف وحاجة مضمونة، وهتعمليها انتي في البيت لولادك. بعد كيس المولتو ما وصل 7 جنيه، وفيه 5 حبايات كده زي عقلة الصباع بتاكليها بالخلة بتاعت السنان. لكن لو احنا عملناها في البيت هتبقى حاجة مضمونة، وبإذن الله هتعجب الولاد جدا جدا. هجيب علبتين من الزبادي، كل علبة هحط لها كوبايتين من الدقيق بنفس علبة الزبادي. يعني انا فضيت علبتين الزبادي ونفس الكوباية عايرت بيها الدقيق. حطيت لكل كوباية زبادي كوبايتين من الدقيق، وعليهم ربع كوباية ربع معلقة من البيكنج باودر ورشة سكر، وبس كده. هعجن الكلام ده كله مع بعضه ومش هضيف عليه اي حاجة. يعني الميزة او الحاجة الجميلة قوي في الطريقة ديت انك انت مش هتضيفي اي حاجة، ولا عجن بقى ولا توريق ولا زبدة، ولا لازم اجيب زبدة معينة ولازم اقعد اورق فيها واعمل طبقات واحط في التلاجة واطلع من التلاجة. كل الكلام ده مش هيبقى موجود معانا في الوصفة دي بإذن الله. وصفة سهلة وبسيطة. بعد ما عجناها عجينة طرية وناعمة زي ما انت شايفة كده، بتلزق في الايد، يعني تبقى بتلزق كده في ايدك زي ما انت شايفة كانت عاملة ازاي في ايديا. هحطها ترتاح شوية على بال ما انا ابدأ اقسم بس كده القالب بتاع الشوكولاتة. وخدي بالك ان كل لما هتجيبي قالب شوكولاتة حلو هيديكي طعم احلى. يعني انتي ليكي مطلق الحرية في موضوع الشوكولاتة بس يفضل انك تجيبي حاجة نظيفة وحاجة كويسة اللي هي ممكن تتاكل كده لوحدها، فلما تضيفيها جوه المولتو وتسيح هتديكي طعم في منتهى الجمال. طبعا ريحة الزبادي مع العجين ما اقولكوش حلوة جدا. ممكن كنا عززنا الطعم وضفنا عليهم معلقة لبن بودر، بس علشان نخليها شوية اقتصادية ما ضفناش لبن ولا اي حاجة، وعملنا كوبايتين الدقيق بكوباية الزبادي وبس، خلاص ما ضفناش عليهم حاجة تاني غير السكر والبيكنج باودر. هبدأ بقى افردها زي ما انت شايفة كده واخليها رقيقة خالص، ما تبقاش العجينة سميكة معايا. هفردها على قد ما اقدر، وبعد كده هقسمها زي ما انت شايفة كده 4 الاول، يعني نصين، وبعد كده كل نص 2 كمان، وبعد كده هقعد اقسمها على قد ما تبقى الميني مولتو. يعني انا مش عايزة اعملها حجم كبير، حاجة كده تاكليها بالخلة بتاعت السنان. ولو اللي انا عاملاه الحجم بتاعه كبير شوية كمان عن الميني. هقسم بقى العجينة كلها اللي انا عاملاها وابدأ احشيها بالشوكولاتة. ولا فرن يا بنات ولا اي حاجة، بجد في منتهى الجمال، سهلة وجميلة جدا. بصي هقفل على الشوكولاتة كده علشان لما ابدأ اسويها الشوكولاتة ما تسحش وتخرج بره المولتو. هحط ايدي على الطرف بتاع العجينة كده وابدأ اسحبها بالراحة وانا بلف عشان تديني التوريقة الجميلة اللي انت شفتيها دي. كمان مرة، شايفة بنقفلها ازاي؟ فاكرة لما كنا بنتعلم نلف صباع المحشي كده ونقفل على الرز؟ بنفس الطريقة كده. شايفة بحط ايدي قدام وابدأ اسحب كده وانا بلف العجينة عشان تديني التوريقات وشكل المولتو. سهلة جدا ومش متعبة، وان شاء الله هتبقى مش مكلفة كمان. يعني قالب الشوكولاتة عمل لي الطبق المحترم اللي انت يعني اخدت نصه، النص عملت منه القالب وفضل ربعه كمان والله. يعني يعتبر ما اخدتش اكتر من ربع القالب، عملت بيه الطبق ده. طبق كبير فيه اكتر من لو هنقول 5 اكياس، كل كيس فيه 5 وحدات. هنلف بقى الكمية كلها بالمنظر وبعد كده تعالى اقولك بقى هنسويه ازاي. في حلة على النار وهنحط فيها زيت ذرة نضيف. بصي انا حاطه في حلة صغيرة ازاي علشان ما احطش كمية كبيرة من الزيت، وفي نفس الوقت يبقى بالنسبة للكمية اللي انا هعملها يبقى غزير، لان انا كل ما هضيق الحاجة اللي انا هحط فيها الزيت هيعلى الزيت معايا لفوق.
هنحطهم وهيستووا وهيبقوا في منتهى الجمال وهياخدوا لون زي ما انت شايفة كده بفضل معلقة السكر اللي احنا حطيناها. وعلى طول هنطلعها وتمسكيها كده تفتحيها حاجة يعني في منتهى الجمال، مليانة شوكولاتة مورقة وجميلة، حاجة تشرح القلب، حلوة جدا وانت اللي عاملاها لولادك وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. لو عملتيها ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.